Hi, we're trying to add to the economy. Can you help us out? طب وفيها ايه؟ ليه مكبرين الموضوع؟ ما ممكن تبقى فكرة حلوة ونسافر نقضي يومين في ريفيرا الشرق والفلسطينيين يروحوا مصر والأردن وما تحصلش حروب تانية وكله يبقى مبسوط. تعال أقول لك فين المشكلة. ترامب وجوز بنته اتربوا على الحلم الامريكي اللي بدأ بالتطهير العرقي للسكان الاصليين وبقوا من اغنى الدول بسبب الاراضي المسروقه زيهم زي كندا واستراليا واسرائيل. فلما يدعو لتطهير عرقي او اباده مجموعه من الناس ما بيكونش شايف البعد الانساني ولا السياسي للموضوع، لكنه بيشوفها فرصه استثماريه ممتازه. اي انسان بيفكر بالطريقه دي ما بيشوفش البشر كاصحاب حقوق لكن ارقام في معادله اقتصاديه. بيتعامل مع الارض انها سلعه مش وطن لاصحابها. ترامب لما اتسال انت عايز تهجر 2 مليون انسان قال ان ده رقم قليل جدا بالنسبه للعالم والتاريخ. فهل يا ترى ده تفكير الانسان الابيض اللي بنى ثروته من الاستعمار؟ خلينا نشوفهم شايفين ايه التعامل الصحيح مع اهل غزه. I think by first maybe like acknowledging what they've actually done, helping them, giving them fundings, helping them rebuild, food, aid, stuff like that. So, like, going back to their homelands, I guess, like, if you're speaking, say, on the Gaza, countries like England that should be supporting the Gazan people and how they want to build infrastructure again and supporting them with funding, but not supporting it, like, don't take over the decision-making part of it. That should be down to them.